السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا في قناة نبض المجتمع مع هند. إن شاء الله فيديو اليوم يلقاكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم متابعينا الكرام، وبلي تخلم على جد ونشكركم على تفاعلكم وعلى تواجدكم معنا. طبعا قناة نبض المجتمع تنقل الصوت المواطن وتنقلكم الحقيقة كما هي. اليوم راح نتكلموا على ملف مهم يشغل بال ملايين العمال والموظفين في الجزائر، ملف الزيادات، واللي الكثير من الناس يسألوا عليها. هل فعلا تحقق الزيادة 47%؟ وهل ما زالت أو ما زال يعني 53% القادمة؟ ومتى تكون هذه الزيادات؟ طبعا الكثير منكم أفقد الأمل وأفقد الثقة كذلك. قال كيفاه كان يقولوا كان زيادة اللي طبقت يعني مؤخرا لرفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، ولكن هذه الزيادة ما مستناش. أكيد هذه الزيادة ما تمسش الناس الكل وما تمسش الوظيفة العمومي كامل، فقط فئة منه اللي يكون عندهم الراتب نتاعهم ضعيف، والراتب نتاعهم نقولوا احنا في أدنى السلم اللي أقل من 2,400 كامل راح تمسوا هذه الزيادة. لكن اللي فوق الراتب نتاعو فوق 2,400 يا جماعة الخير مش راح تمسوا الزيادات هذيك. فهمتوا؟ إذا خلوني نوضح لكم بعض المفاهيم. كما تعرف في العهدة الأولى لرئاسة الجمهورية شهدت الأجور سلسلة من إجراءات مهمة، منها رفع الحد الأدنى للأجور من 18,000 إلى 20,000، وبعدها راكم شفتوا وصل 24,000 دينار جزائري. كان هناك تخفيضات ضريبية على الدخل، كان هناك إعفاءات ضريبية خاصة العمال اللي تروح راتبها من 3 ملايين، أقل من 3 ملايين، وكاين لي تخفيضات اللي مست ما بين 3 ملايين و 4 ملايين ونص. كذلك كانت هناك زيادات متتالية في الأرقام الاستدلالية واللي مست فئات واسعة من عمال القطاع العام. شكون استفاد فعليا من نسبة 47%؟ هنا لازم نوضح نقطة مهمة جدا، أنه نسبة 47% كانت موجهة بالدرجة الأولى إلى عمال الوظيفة العمومي وعمال القطاع العام والخدماتي وبعض الفئات المرتبطة بالدولة. أما القطاع الخاص والاقتصادي فقد استفاد من زيادات لكن ليست بنفس النسبة. السؤال الكبير اليوم، الرئيس أعلن أن الهدف هو الوصول إلى 100% زيادة في الأجور على مراحل أو على مرحلتين، كما قال في آخر تصريح لصحافة كان يعني شفناه وسمعناه، قال على سنتين. هذا يعني أنه 53% ما زالت منتظرة، والناس اليوم تتساءل وكيف تبدأ هذه الزيادات وكيف راح تطبق، وهل راح تمس جميع الفئات دون استثناء. شوفوا، حسب رأيي وحسب التوقعات الحالية نقولكم من المرجح أن تكون الزيادة القادمة عبر النقاط الاستدلالية، لأن هذا النظام يسمح برفع أجور عدد كبير من العمال في نفس الوقت، خاصة الأسلاك المشتركة، العمال المهنيين المتعاقدين أصحاب الأقدمية الطويلة. متى يكون أن تبدأ يعني هذه الزيادات؟ تقديرات تشير إلى أن أولى الزيادات قد تكون خلال السداس الأخير من 2026، وقد تتبعها زيادات أخرى على مراحل ربما 2 أو 3 حتى الوصول إلى نسبة 53% متبقية، وقد تمتد العملية إلى غاية 2027 أو حتى 2028. طبعا النبض الشارع اليوم يقول الكثير من العمال يشعرون بالقلق، خاصة بعد رفع الحد الأدنى للأجور، لأن بعض الفئات لم تلاحظ زيادة واضحة في رواتبها، وهذا أمر طبيعي وهذا أمر يعني مقلق يعني صح حقيقة. هنا يبقى السؤال مطروح، هل الزيادات القادمة راح تكون كافية لتحسين القدرة الشرائية فعلا مع يعني ارتفاع الأسعار؟ يعني التجار راهم لما يسمعوا أنه الدولة راح ترفع هذيك الزيادات اللي نقولوا احنا يعني ما هيش زيادات كبيرة اللي يتوقعها المواطن، يروحوا مباشرة يرفعوا في المواد، سواء كانت خضر سواء كانت فواكه سواء كانت مواد أساسية. من خلال هذا الفيديو، من خلال هذه المنصة البسيطة، نوجه نداء إليهم، نقول خافوا الله في الناس، خافوا الله في المواطن الجزائري المسكين يحليله. طبعا الرقابة عندها دور، فنطلب من السلطات نتاعنا تكثر أو تكثف من الرقابة المفاجئة لبعض التجار، لأنه لاحظت يا جماعة الخير، لا أدري إن كان عندكم هذا الأمر في ولاياتكم، لما يشوفوا كاين حنايا دورية للتفتيش كل المحلات تغلق.
هل هذا عندكم انتم في الولايات نتاعكم ام لا؟ قولوا لي اسفل هذا الفيديو ان كان هذا كان يعني موجود الحاله هذه عندكم في ولاياتكم او لا. لاحظت هذه في شحال من ولايه، أما يعني يعطوا بعضهم بعض بالهاتف، يرنوا بعضهم البعض، أغلق الهاتف، أغلق عفوا المحل، راهي دورة تفتيشية للمراقبة. يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا زيادات في الأجور القادمة إن شاء الله، لكنها راح تكون على مراحل بطريقة تطبيقها تحدد من يستفيد أكثر ومن يستفيد أقل، والأيام القادمة هي اللي تكون تكشف النصوص التطبيقية وتوضح الصورة بشكل نهائي. شوفوا بعد ما يطبقوا التثمين السنوي إن شاء الله بحول الله راح تتضح الأمور بالنسبة للعمال والموظفين، كونوا متأكدين. يعني كل فئة راح يعطوها حقها أكيد، وإن شاء الله نتمنى الخير للبلاد، والخير هذا يعم على الجميع إن شاء الله يا ربي. ونقول لكم طبعا الثقة في ربي سبحانه وشدة فيه، وهو الرزاق الكريم، هذا هو. فصبر جميل وبإذن الله كل الأمور تتحل، يعني مرحلة بمرحلة. نشكركم كثير على حسن الصغار والمتابعة. إلى فيديو قادم، دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.